اعتقد كده ان كل عزومة من العزايم اللي انت بتعمليها لازم الطبق ده يكون فيها شيك قوي يا جماعة. وبدل ما تعملي فراخ تعالي اعمليه هو الحمام الكداب، فظيع وسهل جدا وسريع. بس قبل اي حاجة سمي الله، صلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. هتقولي بقى بتاع الفراخ بتاعك اخليلي الوراك، انت بتخليهاش في البيت ان هي بتاخد وقت شوية وغلبة. وبعد كده اغسليها بملح وليمون، حطي عليها بصلايه مبشوره وطماطميه مبشوره وملح وفلفل، تبليها وسيبيها على جنب. تعالي بقى نعمل الرز. شويه زيت وهتبداي تنزلي بالبصلايه بتاعتك تاخد لون ذهبي. اول ما تاخد اللون الذهبي هتنزلي عليها بمعلقه كبيره من السكر هيكرمل مع البصل وهيبقى طعمه فظيع. وبعد كده هتنزلي بكميه التوابل، هي عباره عن ملح وفلفل وقرفه، مش اكتر من كده، حسب طبعا كميه الرز اللي انتي حطاها. انا كنت حاطه نص كيلو من الرز، فحطيت معلقه صغيره من كل بهار من البهارات اللي انا قلتلك عليها دي. هتقلبيه بقى مع البصل كويس جدا. بعد كده هتنزلي بالميه المغليه بتاعتك حوالي كوبايه، ما تغطيش الرز بالميه عشان احنا عايزينه نص سوا. تعالي بقى نحضر الطاجن اللي هنحط فيه الحمام بتاعنا. بصل حلقات وطماطم حلقات وشويه من بقدونس، شويه من الزيت والملح والفلفل، ودعكيلي كل ده واركنيه على جنب. الرز استوى خلاص، فضيه بقى في اي حاجة، والخطوة دي لازم يبرد تماما. هنجيب بقى الحمام بتاعنا هنحشيه، سهل جدا يا جماعة، مفيهوش اي حاجة. وهتقفليه كده باي خلة عندك، اذا كانت خلة كبيرة او خلة صغيرة اللي هي بتاعت الاسنان بتاعتنا كده. نغزة بسيطة جدا في كل حتة، مش بياخد معانا وقت خالص. هتبدأي بقى ترصي كل الكمية في الصينية بتاعتك اللي انت تدخليها الفرن، وبعد كده هتغطيها بالمية، ولا ورق فويل ولا غطا ولا اي حاجة، وسيبيها اكنك بتسوي بالظبط فراخ لغايه ما تاخد لون، ولا تشغلي الشوايه ولا اي حاجه، لغايه ما تاخد لون كده من على الوش. وبعد كده طلعيها. انا كملت بقى بقيه التسويه بتاعه الرز اللي فاضت، وبعد كده حطيت الحمام مع شويه بقدونس من على الوش. بتهيألي كده السرفيس ده اكنه سرفيس اوبن بوفيه، ينفع قوي في العزومات وعزايم رمضان والعيد وكل حاجه. لازم فلفل وتاكليه قبل الحمام. وبس كده، يا رب لو وصلتكم تعجبكم، وبألف هنا وشفا، وكل فيديو أشوفكم بألف خير وبألف هنا.